عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي في الله. نبتدئ الآن في تفسير سورة النساء. ثم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فهذه الآيات الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان: يا أيها الإنسان، إذا صابتك شي حسنة، شي حاجة زوينة، فمن الله سبحانه وتعالى أنعم الله عليك بها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هنا راجع نفسك، شوف شنو درتي من الذنوب، لأن هذوك الذنوب هما اللي سببوا لك السيئة. فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا. هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: أرسلناك للناس لكي تكون لهم رسولا، وتعطيهم الموعظة وتريهم طريق الرشد لكي لا يقعوا في الذنوب. وكفى بالله شهيدا. الله سبحانه وتعالى شهيد على ما يفعل الإنسان وشهيد على كل شيء. من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني اللي كيطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يطيع الله تعالى. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني بأن اللي رفض الطاعة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، حنايا أرسلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل عليهم حافظا، عليهم رقيبا على تصرفاتهم، ويقولون طاعة. شكون هم المنافقون. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. هذوك المنافقين إلا كانوا يعني إذا خرجوا من عندك مشاو لعند هذوك صحابهم وقالوا واحد الكلام اللي ما هو اللي ماشي داك اللي ماشي هذاك الكلام اللي قالوا لك. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم، يعني صفح عليهم، بعد عليهم، وثق بالله، توكل على الله، وكفى بالله وكيلا. الله سبحانه وتعالى هو اللي يتوكل عليه. أفلا يتدبرون القرآن؟ واش ما كيتمعنوش في القرآن؟ واش ما كيتمعنوش في هذه المعجزة الربانية؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان القرآن جاء من عند شي واحد آخر غير لقوا فيه اختلاف كتير وغادي يختلفوا الناس فيه، ولكن هو نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب المنافقين، لأنهم كانوا كيمشيو إلا جاهم شي خبر بالنصر ولا بالهزيمة في شي موقعة ولا في شي حرب، كان كيمشيو السرايا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كيمشيو عند الناس، عند المؤمنين، وكان كيذيعوا هذاك الأمر، يذيعونه، أي كان كيقولوه للناس كلهم المؤمنين، يذيعون أي يفشون ذلك الأمر فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي. بداك الخبر كان كتضعف قلوب المؤمنين. مثلا إلا نزلت واحد الخبر ديال الهزيمة كان المؤمنين كيتأثروا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كيتأذى بهذاك الخبر اللي قالوه المنافقين. أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة، أي لو سكتوا عنه حتى يخبروا به لعلمه هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا. الذين يستنبطونه أي يتتبعونه ويطلبون علمه وهم المذيعون منهم من الرسول وأولي الأمر. ولولا فضل الله عليكم، أي فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا. فقاتل يا محمد في سبيل الله
لا تكلف إلا نفسك فلا تهتم بتخلفهم عنك. المعنى قاتل ولو لوحدك، وخا تكون بوحديتك رسول الله قاتل، فإنك موعود بالنصر، أن الله سبحانه وتعالى يعدك بالنصر. وحرض المؤمنين، يحثهم ينصحهم على القتال في سبيل الله. وماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي. فخرج ب70 راكبا إلى بدر الصغرى، فكف الله بأس الكفار بإلقاء الرعب في قلوبهم، ومنع أبي سفيان عن الخروج كما تقدم في آل عمران. من يشفع بين الناس شفاعة حسنة موافقة للشرع يكن له نصيب من الأجر منها بسببها، ومن يشفع شفاعة سيئة أي مخالفة له يكن له كفل أي نصيب من الوزر منها بسببها، وكان الله على كل شيء مقتدرا، فيجازي كل أحد بما عمل. وإذا حييتم بتحية كأن قيل لكم السلام عليكم فحيوا المحيي بأحسن منها، بأن تقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها بأن تقول له كما قال، أي الواجب أحدهما والأول أفضل: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي محاسبا فيجازي عليه. ومنه رد السلام، وخصت السنة الكافر والمبتدع والفاسق والمسلم على القاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل، فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير الأخير. ويقال للكافر وعليك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.